السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم فطير شرقي بس بطريقتي. فطير شرقي او بيتزا شرقي زي ما بنسميها، بيتزا شرقي. ويا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم وهتعجب ان شاء الله اولادكم. هي بجد بجد تشهي وشكلها جميل جدا. يعني بجد بجد طعمها حلو وعجبت اولادي قوي قوي قوي. ان شاء الله تعجب اولادكم انتوا كمان وكل حبايبكم. هوريها لكم برضو وانا بقطعها واوريها لكم من النص كانت عامله ازاي. شوفوا انا بقطعها اهو، بصوا من النص اهي. طبعا هي كانت حاميه شويه فما كنتش بس عارفه امسكها. هبدا بالمكونات وهنقول بسم الله. هي عباره عن لفتين جلاش، طماطم طماطم على فلفل، لبن، زيتون، بيضتين، لحمه معصجه، ودول 3 معالق سمنه انا سيحتهم. وطبعا كان في كمان هناخد معلقه بيكنج باودر صغيره. هنحط اللبن على السمنه المتسيحه، نقلبهم كده في بعض. وهحط عليهم كمان طبعا ما حطيتش الكوبايه كلها، انا حطيت يعتبر كوبايه الا ربع. وهحط بيضه واحده. المكونات اللي انا بعملها دي للفتين جلاش، يعني مقدار كيلو جلاش، يعني نص جلاش ونص كمان جلاش، يعني في صينيه وفي صينيه. وحطيت شويه فلفل اسمر طبعا عشان ادام في بيض يبقى فيه فلفل اسمر على طول. هنجيب بقى ونحضر الصينيه اللي هنشتغل فيها كمان كده. الخلطه دي جاهزه معانا. اجيب الصينيه اللي هشتغل فيها. حط برضو، انا كنت ناسيه البيكنج باودر، هي يعتبر نص معلقه نحطها عليها بيكنج باودر عشان يدي طراوه للجلاش كده ويبقى منفوش. وطعمه ما تخافوش ما بيبانش خالص خالص في الاكل خالص بجد. زي ما انتم شايفين انا بضرب كده بس عشان ايه كله يتجانس مع بعضه. هدهن بالخليط دوت الصينيه من تحت ومن الجوانب، هدهنهم كويس جدا. واكون في الوقت ده طبعا هجهز الجلاش ونبدأ نحطه طبقات طبقات فوق بعض كده، طبقات نحطها فوق بعض كأننا بنعمل جلاش حلاوة بالظبط، عادي جدا يعني. بس بجد الطعم في الاخر والنتيجة بجد بجد هتعجبكم يا حبايب قلبي بجد يعني. حلو يعني. انا صراحة كان اول مرة اجربها وجربتها وعجبتني، وقلت اوريها لحبايبي هي بجد قد ايه طالعة جميلة معايا. زي ما انتوا شايفين كل طبقة والتانية بناخد من الخليط ونحط، ناخد من الخليط ونرجع نحط تاني. نحط الطبقات فوق بعضها، طبقات الجلاش، وكل طبقة والتانية بنحط من الخليط عادي كأننا بنعمل قلتلكوا جلاش حلاوة عادي خالص. بنحط طبعا الخليط اللي هو عبارة عن بيضة، كوباية الا ربع لبن، 3 معالق سمنة، وشوية فلفل اسمر. وهنا طبعا كنت خلصت اول طبقة وحطيت اللحمة ما بينها. طبعا يا حبايب قلبي اللي انتوا عايزينه، يعني مش لازم لحمة، ممكن فراخ متقطعة زي شاورما كده برضو. ممكن جبن بس وطماطم وفلفل. يعني الحشو اللي انتوا حابينه تحطوه حطوه، ما توقفوش طبخكوا على حاجة. ودي طبعا طماطم على فلفل انا كنت مقطعاها. بحطها جوه كده حاجة بسيطة جوه، يعني انا بحاول اوصل يعني على قد ما اقدر من شكل البيتزا. عشان اطفالي واولادي يكونوا ايه شايفينها، هيقولوا اه واو ده حلوة دي فعلا شكل البيتزا او طعم البيتزا. وده زيتون انا قطعته. بجد الزيتون في اي حاجة بيدخلها بيديها طعم، يعني بجد حلوة قوي قوي بالنسبة لي. طبعا ممكن ناس ما بتحبش الزيتون عادي. هبدأ بقى احط الطبقات التانية. دي شوية جبنة موتزاريلا بس صغيرة كده حطيتهم. وهبدأ احط الطبقات التانية. على فكرة يا جماعة ده كله انا شغالة في نص كيلو واحد بس، او لفة جلاش واحدة بس اللي هي مقدار نص كيلو، او 400 جرام بس يعني. فاهميني طبعا. وانا بقفل احاول اقفل ورقتين ورقتين وارجع احط عليهم من الخليط. ليه بقى؟ عشان اللي على الحرف ده ما طلوش من الخليط بتاعي اللي هو طبعا اللبن بالسمنه والبيض. فانا وانا بقفل احط ورقه ورقه او ورقتين ورقتين،
وارجع احط من الخليط. طبعا انا كنت في الوقت دوت سايبه ورقه خارجيه، انا بحب اعمل الخطوه دي قوي قوي، بسيب ورقه بعد ما بقفل واروح حطها على الوش واشيل كل الطبقات كده واروح حطها من تحت. الخطوه دي مهمه جدا للشكل، وانا بحب اعملها سواء جلاش حلاوه او جلاش باللحمه او اي حاجه، يعني بتدي بجد شكل حلو قوي قوي. في الوقت ده برضو رجعت دهنت تاني، دهنت طبعا بندهن واحط طبعا من الحاجات اللي موجوده معايا هحط على الوش بتاعها. بس بنمسح بس عشان احنا بوظنا الدنيا. دي بيضه حطيت عليها طبعا بقطع عليها زيتون، وهحط عليها كمان طماطم بالفلفل اللي انا كنت مقطعاهم، بس اخلص تقطيع زيتون وهنحط عليهم الخطوه بتاعتي اللي هي التانية اللي هي الطماطم بالفلفل، واقعد اضربهم في بعض كده مع شويه فلفل اسمر صغيرين. طبعا احنا اتفقنا ادام في مكون البيض يبقى فيه فلفل اسمر يتحط، دي خلينا متفقين عليها دايما عشان ممكن انا ننساها، بس تكونوا حضراتكم عارفينها. بضربهم كده مع بعض كده وهنزل بيهم طبعا على وش الجلاش. طبعا شوفوا انا مش انا قلتلكوا هنحط فلفل اسمر، انا حطيته اهو، وهنزل بيهم على وش طبعا الايه الجلاش. بجد الخطوه دي حلوه قوي، بتوريك يعني شكل الجلاش طلع شكل البيتزا الشرقي. يعني انا اولادي كانوا واقفين جنبي واول ما شافوها بجد بيقولوا انت بتعملي لنا بيتزا؟ قلت لهم اه طبعا بيتزا. طبعا احنا اولادنا بتحب الحاجات طبعا زي البيتزا والكريب والستريبس وبيحبوا الحاجات دي، فانا بحاول ادهن على قد ما اقدر كل حاجه عشان الجلاش كله يكون شارب من الخليط. طبعا دي الجبنه الموتزاريلا دي اخر حاجه بقى بحطها على الوش. بنحطها وبدخلها على الفرن. ندخل تحت خالص يعني على اخر رف على الشبكه بندخلها. بتاخد بالظبط تلت ساعة على نار طبعا 200 او 220 عادي. بعد كده نطلعها تاخد وش، وزي ما حضراتكم شايفين كده بجد طلعت ممتازة وطعمها تحفة. اول ما بنلاقي الحروف بتاعتها اتحمرت، انتي اصلا هتلاقي كده لو جبتي معلقه او سكينه بترفعيها هتلاقيها كلها اترفعت معاكي، وهتبصي تحت تلاقيها محمره. خلاص كده بنرفعها على الشوايه. ويا رب وصفتي تكون النهارده عجباكم حبايب قلبي، وبجد وتستفادوا مني في حاجه. يا ريت طبعا ولو حد عايز حاجه اعملها له يكتب لي في الكومنتات. ما تنسوش الاشتراك في قناه حبيبه تيوب، ويا رب وصفاتي تكون بتعجبكم دايما ويوصلكوا كل جديد مني. طبعا حبيبه تيوب. مش عارفه اقول لكم ايه تاني حبايب قلبي، بجد يعني طالعه شكلها حلو قوي، وكطعم كمان كان جميله جدا. سهرنا بيها انا واولادي بالليل. كانت حلوه قوي بالذات في ليالي الشتاء اللي احنا فيها دي، بيحبوا الحاجات الساخنه، الحاجات طبعا حلوه زي دي. ويا رب يكون وصفتي عجبتكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.